انت كليدر، كل واحد يفكر في اجابه السؤال دوت. انت كليدر، هل عمرك حسيت ان في حد في الفريق الانتاج بتاعه مش مرضي؟ انت كليدر، هل عمرك حسيت ان في حد في الفريق الانتاج بتاعه لو اتحسن كل حاجه تانية تتحسن؟ هصعب السؤال شويه. هل عمرك حسيت ان في حد في الفريق لو مش موجود الدنيا تبقى احسن؟ هل وصلت لكده؟ مين جاله احساس مشابه ويحكي لنا بس بسرعه؟ يلا يا وليد. وليد بيقول طبعا. اتفضل يا وليد. موجودين كتير يا جون. فيهم قول ناس تاني. بيبقوا حديثين، بقول لك موجودين كتير. فيهم فئتين على حسب تصنيفي انا، يا اما بيبقى بيقضي وقت، يا اما حديث التخرج محتاج تدريب. هي دي المنطقة تمام. اللي دايما. بيقضي وقت. الجمله اه، دي بمليون جنيه. بيقضي وقت. ده جاي يقضي وقت ويقبض اخر الشهر، بيعد ال 30 يوم عشان يروح للحسابات. ما ايوه، ايوه. او حديث التخرج ده معذور، بيبقى محتاج تريننج. انت يعني ما شاء الله عليك يا وليد. انت خبره كبيره يا وليد، يعني الاجابه باين فيها حبيبي، الخبره بتاعتك. حبيبي فهي الله يكرمك يا جون. الجمله واضحه فعلا. في ناس بتقضي وقت فانتاجه طبعا ضعيف. تمام. طب اسال سؤال اصعب، وخلي نشوف كده ريزنج هاندز مين عليه الدور يجاوب على السؤال الاصعب ده. طب لما انت جالك الاحساس دوت ساكت ليه؟ اميره. بمعنى تاني، اللي بيجي له الاحساس دوت بيسكت ليه؟ اتفضلي يا اميره طارق. يا وليد كاتب لنا انا بسكتش. ايوه، ايوه. اتفضلي. بس ممكن تقولي السؤال تاني؟ اللي بيجي له احساس ان في حد في الفريق الاداء بتاعه ضعيف، الانتاج بتاعه ضعيف، لو سكت يا ترى بيسكت ليه؟ عشان انا شغاله، هو مش طيب الانتاج بتاعه ضعيف، انا هو اسف يا اميره، في الانتاج عندك بتاعه في ضعيف عندك بسبب نويز ان في الباك هو جراوند. مش زي منه. طيب عشان بس في نويز في الباك جراوند يا اميره، فتحتاجي ان انت تنقلي في مكان تاني وهنسمع رايك. نوره بسرعه كده. اللي عارف حاجه زي كده في التيم بتاعه بيسكت ليه؟ ظبط خلاص. بيبقى انا او انا ساكته حاليا. اوكي، لانه الموضوع اكبر مني، يعني مش قادره. حاولت اخد بوزيشن، عقاب جدا صعب يعني. تمام. فهمت منك ان الموضوع القرار فيه صعب. فهمت كده ده لا، مش قصدك؟ القرار صعب، لا هو القرار سهل جدا وكان ممكن يتسمع لو احنا بنشتغل بشكل بروفيشنال، او الموضوع ما فيهوش مسانده شخصيه لشخصيه ما. اوكي، دي بوينت. البوينت الثانيه، كان عندي كيس ثانيه، دي الكيس اللي ممكن تخليني اسيب المكان ده وامشي. تمام. وفعلا انا بحاول ادور على مكان تاني، لانه مع ان البروجكت يعني جدا رائع وانا مبسوطه فيه جدا، ولكن في فرض علي حد معين انه يشتغل معايا، ومشاكله اكتر من انتاجيته. فحاولت اتكلم، الجمله دي حلوه برضه فاتعاقبت يا اميره. يعني. دي اه. اه الجمله دي دي حلوه برضه. حقيقه، احنا كلنا من عندنا ضمن مشاكل. المؤشرات. احنا اه كلنا من عندنا ضمن مشاكل. المؤشرات. ايوه شكرا نور. من ضمن المؤشرات عايز اكد عن الجمله اللي الجمله اللي قالتها نوره ديت، لان الجمله ديت برضه بتكشف لك حاجات كتير. من ضمن المؤشرات اللي تعرف بيها الشخص اللي انتاجه ضعيف ان مشاكله اكتر من انتاجيته. الجمله دي عجباني قوي، يعني نحط الجمله دي مع الجمله اللي قالها وليد وهقول لكم هنعمل بيها ايه كمان شويه. ايوه، عندي طيب حلو. مشكله برضه يعني في الشغل عندي. معلش انا الموضوع ده مضايقني أوي. يعني انا كان في حد اشتغل معايا، فهو عشان انا يعني ما كنتش موجوده في الشغل قوي، فحسب ظرف بقيت موجوده كل يوم. الانتاج بقى ساعتها بتاعه قل جدا واتضايق مني.
طيب يا اميره، عشان اتاكد اني سمعتك، معلش الصوت برضو بيقطع، فاكتب لنا السؤال بتاعك او المشاركه بتاعتك وهندخله في الحوار على طول. تمام؟ مش قادرين تمام. نميز الكلام، فبس اكتبيها بس وانا هقراها. كويس قوي. طيب زي ما انتوا كده عاملين ريز هاندز ونمشي مع الحوار. طيب انا لو سكت عن الشخص اللي انتاجه ضعيف، الموضوع دوت نتيجته ايه؟ تعالوا ناخد رأي حسام. حسام، لو انا سكت على الشخص اللي انتاجه ضعيف، ما بلاش نعمل مشاكل، ما ان شاء الله يتطور. لو سكت، نتيجة الموضوع ده ايه؟ قول لي رأيك يا حسام. هو اما هيأثر على باقي التيم، وهيشوفوا ان هو ان ده شخص مثلا الكفاءة بتاعته او انتاجيته مش مناسبة معاهم، او انه يبقى في نوع من انواع عدم العدل في الموضوع. ثانيا انا المشكلة ان انا قابلت برضو شخصية بس كانت اصعب شوية، ان هو اصلا مش شايف ان هو عنده مشكلة يعني. لا، هنا مفيش مشكلة اصلا، عدم اعترافه ايوه، بالمشكلة من ضمن كبير جدا. المؤشرات. وفعلا بالظبط، وفعلا بيأثر بقوة جدا على إنتاجية اللي حواليه، وعلى كمان أداء وسير عملية يعني العمل يعني بين الزملاء، يعني حلو بين قوي، بين حلو قوي يا حسام، حلو جدا جدا. ولو تلاحظ كمان، يعني بالاضافه للكلام اللي قاله حسام، في ناس كاتبه كلام جميل برضو. احباط للفريق، انخفاض مستوى الجوده في القسم دوت، هيخلي الباقي يكسل. وحسام قال هيبقى في عدم عدل. تمام. ف... فدي نقطه 100% عندكم حق فيها. اميره، دلوقتي الشخص ده كان انتاجه قوي وفجاه بقى ضعيف عشان حس ان انا مثلا اخدت مكانه، مع ان مش كده. وده المشكله، ان انا محتاجه المعلومات اللي عنده جدا. طيب دي هنعتبرها سؤال يا أميرة، ونتناقش فيه في الفترة اللي هي بتاعت الأسئلة، لأن هي محتاجين نسمع منك أكتر ونعرف الكيس بالظبط إيه وهكذا. فالنهاردة النقطة اللي عايز أركز عليها، لو سكت هيحصل إيه؟ تعال نشوف مين تاني، ناخد رأي حد تاني. دكتور نبيل اتفضل. لو أنا سكت على الشخص اللي إنتاجه ضعيف هيحصل إيه يعني؟ ما نسيبه، ما حرام، بلاش نزعله. هو لا، هو السؤال ايه؟ السؤال حرام بلاش نزعله. أنا ببالغ شوية، بقول يعني ما بلاش نزعله ونقول له إنتاجك ضعيف وبتاع، ما نسيبه لا، شوية. هو في نقطة أنا يعني طبعا الرأي اللي قاله وليد 100%، نزود عليه حتة بروبلم ميكر ده. دي قصة تانية، ده موضوع تاني. لو أنا محدد إن أنا بتكلم على البرودكتيفيتي، يبقى أنا البرودكتيفيتي عندي مثلا في قانون معروف، وطبعا حضرتك أستاذنا، اللي هم ال 20 70 10. فأنا ال 10 اللي تحت دول عادة فيهم الاثنين دول، اللي هو انتاجيته ضعيفه نتيجه ان هو مش ويل ترند. وده طبعا دي مسؤوليتي انا، دي مسؤوليتي 100%. هو ملوش فيها، انا عينته اوريدي خلاص بناء على 100%. عايز اركز، انا عارف ان عندك خبره كبيره يا دكتور نبيل في الحته ديت، فانا عايزك لا، تقول لنا لا، من لا، خبرتك فيها. انا اتفضل. هي في حته عايز اسمع منك فيها اكتر. لو انا سبت امورني. الشخص، ربنا يخليك يا رب، لو انا سبت الشخص اللي انتاجه ضعيف دوت وما احتكتش بيه، وبلاش مشاكل، وان شاء الله يتطور مع الوقت، هيحصل ايه يعني؟ هيحصل ان ايه اللي هيحصل؟ البرودكتيفيتي بتاعته اللي هيحصل ان البرودكتيفيتي بتاعته اللي هي صغيره دي او قليله، او انا مش ساتسفاي بيها، هتبقى البرودكتيفيتي العامه انا مش ساتسفاي بيها برضه. الله ده ينور. هيأثر تأثير سلبي. هيأثر تأثير سلبي على البرودكتيفيتي اول اوفر. لان انا لما بعمل حتى كي بي ايز، فانا بعمل كي بي اي لكل فرد على حده، واخد بال حضرتك، عشان الكي بي ايز بتاعت الاورجنايزيشن او الفريق اللي انا بديره كتوتال يعني. فده هيأثر اولا، نسبته هو هتبقى قليله، بجانب انه هيأثر على بقيه الفريق، فالتوتال هيبقى مدمر. الله ينور. حلو جدا جدا جدا. تعالوا ناخد بقى كلام دكتور نبيل دوت ونركز عليه، ونضيف الكلام الحلو اللي انتوا قلتوه دوت، وبرضه نرميه اضافه كلمه بتقول المايك يا جون. طيب انا بقالي شويه بحكي صح؟ اخر حاجه سمعتوها ايه؟ كلمة نرمين. المايك عندك مقفول ولا إيه؟ نعم. كلمة نرمين. قلت لي اه،
تمام. من تعليم مين قالت ارمين. هيبقى له على الفريق كله؟ كأن الفريق كله بيجري وفي واحد بيشدهم لورا. هي غلطة كبيرة جدا انك تسيب حد انتاجه ضعيف فترة طويلة بدون ما تتدخل. ايه اللي هيحصل؟ هتبص تلاقي انت فاكر ان هو هيتطور لوحده، او الشغل هيعلمه، او الشغل هيطوره لوحده. مش هيحصل. مش هيحصل من غير ما تتدخل، سواء بقى تديله فيدباك او تريننج او زي ما هنتكلم. تمام. مش هيحصل من غير ما تقول له وتكشف له الموضوع دوت، لانه في الغالب هو مش شايف المشكله. انت مشغول فعمال تاجل الموضوع دوت لانه تقيل على قلبك. الراجل ده هيخسرك اكتر، لانه هو اداؤه هيقل بالتدريج. هيبقى ده الطبيعي، وهيبقى تغييره اصعب. هيبقى تغييره اصعب عليك. هيبقى هو تغييره، يعني تطويره هو بقى اتقل. ما هو شغال بقاله فتره كده ومحدش اعترض. صح ولا لا؟ غلطه كبيره جدا جدا انك تسيب حد الاداء بتاعه ضعيف من غير ما تتدخل. طب انت اصلا ازاي تميز اللي انتاجه ضعيف ده؟ بالرأي هو كده؟ يعني واحد مثلا عندك في الفريق، انت مش بتستظرفه فتقول ده انتاجه ضعيف؟ اكيد لا. واحد مثلا انت مش معجب قوي مثلا بتصميماته، يبقى انتاجه ضعيف؟ اكيد لا. هو وليد بيقول لنا بالكي بي ايز. انت لما تكون محدد كي بي ايز واضحه، الشخص يبقى عارف هو بيتحاسب على ايه، وانت تبقى عارف بتقيمه ازاي. في شويه مؤشرات انتوا قلتوها عن الشخص اللي انتاجه ضعيف. واحد، بيعمل ميستيكس كتير، يعني اخطائه كتير جدا، وبعدين تقول له يعني تقومه في الخطأ دوت يكرره، تقومه تاني يكرره. تمام. ده مؤشر لواحد انتاجه ضعيف. الشخص اللي بيعمل التقرير على اخر لحظه ده، يعني انت طالب ريبورت من كل الناس، وده يجي في اخر لحظه يروح مقدم التقرير، او التقرير بتاعه بيتاخر اصلا، او ما بيتعملش. ده مؤشر كبير جدا الشخص دوت انتاجه ضعيف. الحاجه تتراجع 100 مره، يعني تجي لك وتروح ايه رافضها، تجي لك تدي عليها ابروف تروح رافضها. تمام. فعمال يعيد، هو عمال يعيد في الشغل واقف مكانه. ده واضح جدا انتاجه ضعيف. يعني انا ما افرحش ان حد يعمل لي 60 تصميم كلهم يترفضوا ويتعادوا تاني من الاول ويتعادوا مرتين ثلاثه. تمام. يبقى ما عملناش حاجه. صح ولا غلط؟ الانتاج الضعيف ده تايم كونسيومر، بيهلك وقت. بيهلك وقت منك ومن زمايله، ويعني عمالين زمايله يشرحوا له، وعمال هو يديبيت او يعافر في الكلام او يفاصل. عمال هو يستهلك من وقت اللي حواليه. فمش بس بقى انتاجه ضعيف، ده كمان سحب وقت الناس معاه، وبياخد جدا وقتك اكتر من اي حد في الفريق. بياخد طاقتك اكتر من اي حد في الفريق. طب اسالك سؤال، هو انت مهتم ان انتاجه يبقى كويس بس، ولا انتاجه وسلوكه؟ حد يعمل ريز هاندز كده ونسمع. يلا حسام عليه الدور، اتفضل يا حسام. الاتنين، لان الاتنين مهمين، ما فيش اي غنى عن الاتنين. لان هو لو على انتاجيته وعمل مشاكل، هو برضه هيعطل سير العملية وهيعطل السلاسة، ومش هيبقى فيه تفاهم بينه وبين التيم اللي شغال معاه. كده هو شغال بدماغه هو بس. طيب لو العكس برضه. 100%. بالظبط، هو لو العكس مش يعني، خصوصا يعني في حاجه كمان، يعني ده انا اكبر درس اخدته يمكن السنه اللي فاتت ده، بس انا اخدته من غير كورس بقى، أنا اخدته فعلا كده، يعني اللي هو فعلا، ومعاها بتوع الجرافيك بالذات، يعني صعبين جدا، صعبين جدا جدا. يعني انا اخر حاجه قلت له بص، يعني انا ما بعملش موناليزا عشان تقعد لي في اسبوع يعني عشان تعمل لي براند. فموضوع بيبقى صعب جدا معاهم، مع خصوصا الحاجه اللي فيها ما انتش عارف تحكمها بوقت قوي، يعني اللي هو انا شغال. ايوه فاهم قصدك. فاهم قصدك يا حسام. يبقى واضح جدا ان الاثنين مهمين. كلام حسام 100% صح. يبقى احنا اتكلمنا على ازاي تعرف انتاجه اللي هو الضعيف. طب سلوكه، احنا مش هنتكلم بقى على الحاجات المعروفه. يعني عشان تيجي تقيم سلوكه، مش هقول لك بقى ما يبقاش مثلا بيعامل زمايله وحش والحاجات ديت، ده الطبيعي، دي حاجات بديهيه.
صح؟ مش هتكلم عليها ديت. احنا هنتكلم على مستوى اعلى انت عايزه من كل الفريق بتاعك. في 3 صفات في السلوك انت عايزها من كل الفريق بتاعك. تمام؟ واحد، يبقى متفاعل مع الفريق. فانت اول حاجة هتقيمها في الشخص ده هو متفاعل مع الفريق بدرجة قد ايه. يعني ايه متفاعل مع الفريق؟ يعني بيفطر الصبح مع الفريق مثلا؟ لا، مش دي الفكرة. النهارده احنا عندنا بروجكت جديد واتكلمنا على البروجكت وتفاصيله، والناس بقى كلها متحمسة وهكذا. اللي انتاجه ضعيف ده هتلاقي فيه الصفات الآتية. هتلاقيه بيتفرج، هتلاقيه مستني الساعة 5 تيجي، هتلاقيه مش مبادر، هتلاقيه مش بيرفع ايده كده وعايز ياخد التاسك دوت يساعد فيه، هتلاقيه مش بيمشي الميل التاني الاكسترا مايل، مش بيقول لك انا مستعد ان انا اشيل مسؤولية الموضوع دوت، انا مستعد اطول شويه النهارده، معلش انا سيبوا لي الموضوع ده انا هسهر عليه خلص. طب بص، الموضوع دوت اللي تعبكم انا هقعد عليه في الويك اند خلصه. طب بص يا فلانه انت مضغوطه في الشغل، انا هشيل عنك اللود الفلاني، او انا ممكن اشيل معاكي شويه. مش مبادر. ده التفاعل، ده نوع التفاعل اللي انت عايزه من الشخص دوت. غير كده هتلاقيه ايه؟ بيتفرج، مستني يقبض بس. الموضوع بالنسبه له وظيفه. عايزين ايه يا جماعه مني النهارده؟ اكتبوا لي الحاجات اللي انتوا عايزينها وانا هعملها لكم بس. الحاجه اهي. فهو مش متفاعل، مش مش سخن في الشغل، مش متفاعل مع زمايله ازاي يقسموا الشغل منهم، مش مبادر زي ما وليد كاتب كده. فطب ده نعمل معاه ايه ده بشكل عام؟ بشكل عام لو انت لقيت حد فيه الصفات ديت في الفريق بتاعك تعمل معاه ايه؟ ها، حد يرفع ايده يقول لنا. انا عايزه يتفاعل. يلا يا حسام قول لي. هو انا هقول على حاجه، يعني انا عملتها وانا اول مره قعدت معاه. اتكلمت معاه يعني باللي هو طب هل الحاجات اللي انت بتتاخر فيها او التاخير اللي عندك ده، هل انت ما عندكش المهاره ان انت تعمله، ولا حاولت افهم منه هو ليه عدم انتاجيته غير فعاله يعني. طيب مرة اتشجع وبدأ يبقى أحسن. بعد كده بقى بدأت إن أنا أكلمه بالأرقام. يعني أنت المفروض الكباستي اللي إحنا متفقين عليها كذا، المفروض يبقى أنت ليك عدد تصميمات معينة. كل التفاصيل بتاعتك ربطتها له بالأرقام، بحيث إن هو او انا كنت دايما بقول كده لتيمي ان مش انت شاطر بس، لو انت يعني ان انت كرييتيف في مكانك، ضيف عليها كمان ان انت السرعة مهارة قوية جدا تعزز فكرة إن أنت بتشتغل بطريقة حلو جدا مختلفة يا يعني. حسام. فده يبقى كان هنا تصرفي معاه. انا ممكن الخص دي يا حسام في جمله. انا ممكن الخص الكلام ده في جمله واحده يا حسام. ببساطه قلت تمام. له انا متوقع منك ايه. تمام. متوقع منك ايه في الانتاج ومتوقع منك ايه في السلوك. يعني النهارده لما انت تلاقي حد مش متفاعل كده، ببساطه اول حاجه تقولها له انا متوقع منك ايه. متوقع منك تساعد زمايلك، متوقع منك تبادر، متوقع منك تبقى متفاعل مع الفريق. يبقى دي اول حاجه. عايز تضيف نقطه تانية يا حسام؟ اه، بالنسبة برضه هو كان سلوكه كان صعب زي ما حضرتك قلت كده. فكان ليها تصرف تاني برضه، فكرة إن هو كان بيعمل مشاكل مع الزملاء بتاعته. فأنا قعدتهم مع بعض مثلا، كل واحد كان بيقول صفة كويسة في التاني، فحاولت إن أنا أكسر فكرة إن يبقى في حد في مشاحنات يعني، بحيث ان انا حلو. اخليهم قدر المستطاع يبقى في ميرج منهم ومن بعض. حلو جدا. يبقى تاني حاجة في موضوع السلوك انك تبدأ تزيل حواجز بين الفريق. هتقعدهم مع بعض، هتعمل خروجه، هتعمل حاجات تقربهم مع بعض، هتديهم بروجكت مشترك، عندهم مشكلة تقعدهم مع بعض وهكذا. كويس قوي. طب تعالوا نريكاب عشان الناس ما تطلعش بره اللي بنتكلم فيه. واحد، احنا بنتكلم على واحد النهارده انتاجيته مختلفة، انتاجيته ضعيفة، وقلنا نعرفه ازاي، نميزه ازاي. اتنين، النهارده سلوكه عايز منه انتاج وعايز منه سلوك. اول حاجه انه مش متفاعل كفايه، ان هو مش متفاعل مع الفريق.
وعرفنا ان احنا نميزه ازاي لو هو مش متفاعل. تاني حاجه عايزك تقيمها في سلوكه هي الحماس بتاعه وروحه المعنويه. في واحد يصحى الصبح كده متحمس، يعني ايجابي، عنده طاقه ايجابيه. في واحد تاني العكس تماما، تحسه ايه؟ مش متحمس، معنوياته ضعيفه. هل بتحسها وانت شغال ولا لا؟ هتبص تلاقيه ايه؟ مش واخد الشغل بجديه. والحته دي على فكره مهمه جدا. يعني النهارده انا مش بتكلم على واحد بيعمل مشاكل وحاجات زي كده، لا، بتكلم ان لازم الفريق بتاعك يبقى عنده حماس، يبقى عنده معنوياته عاليه. طب هيعملها ازاي؟ ممكن جدا عشان تشجع الناس اللي دايما يبقى معنوياتهم عاليه، انك تخلي للشغل معنى اصلا، انك تفكرهم بالميشن بتاعتك، انك تفكرهم احنا بنعمل كده ليه، انك تفكرهم الهدف بتاعك، انك تفكرهم ان احنا بنعمل حاجه كويسه وحاجه بتساعد العملاء وحاجه بتخدم البلد وحاجه بتفيد اللي حوالينا. فيحس ان بيعمل حاجه ليها معنى، حماسه يزيد. فخليه يشترك معاك في القرار. بلاش تدي قرارات وهو ينفذ بس. لما نيجي نعمل قرار، ابدا اسال اسئله، خد راي الناس، نعمل فوتنج، يشترك معاك في القرار. ده بيزود المعنويات. وبلاش ياخد لود كبير جدا من الشغل، يبقى كل يوم ستريسد. انا عارف ان الشغل لازم يكون فيه قدر من الاستريس طبعا، بس لو كل يوم واخد لود اكتر من طاقته، مع الوقت هيفصل منك، صح؟ فبلاش، راعي ان اللود يبقى موزون وما يبقاش اكتر من طاقته، وما يبقاش كل يوم. راعي ان المكان الشغل نفسه ظريف، الناس قاعده مرتاحه، سواء بقى شغالين ريموتلي او شغالين في المكتب. المكتب مريح، ريحه المكتب حلوه، في شمس، في هواء، الفاسيلتيز كلها كويسه. راعي الحاجات ديت، النظافه. يعني الحاجات دي بتفرق جدا جدا في جو العمل. كل دوت يساعد الشخص ان يروح معنويا اللي عنده تبقى كويسه، ويكون في سبيريت، ويكون متحمس للشغل. تالت حاجه عايزك تقيمها في سلوكه، قيم ثقافته، قيم مبادئه، قيم الفاليوز اللي عنده. شوف الكالتشر بتاعته تناسب كالتشر الشركه ولا لا. مش لازم تكون متطابقه، بس على الاقل تناسبها. يعني ابدا شوف انت مثلا بتقدر قيمه العمل وان احنا نساعد الناس. ممكن واحد يبقى قاعد معاك في الفريق، لا، شايف الناس ما تستاهلش، فتبص تلاقيه ده غريب في الفريق، مش منطقي ان هو بره الموضوع كده، مش حاسس بالميشن بتاعت الشركه. فشوف ثقافه الفريق عامله ازاي، ثقافته هو عامله ازاي، وهل تناسب فعلا ثقافه الفريق ولا لا. طيب اكدوا لي قبل ما اخش على النقطه اللي بعدها ان انا صوتي كويس والدنيا تمام. يعني معظم الناس قافله الكاميرات. طيب كويس، شكرا يا وليد. كويس قوي. يبقى احنا هنا قلنا 3 صفات نقيمها في سلوكه: التفاعل، روحه المعنويه، وثقافته. طيب حلو جدا. هنعمل ايه مع الشخص ده يا جماعه؟ احنا قلنا لكل حاجه ممكن في سلوكه ممكن تزيد لوحدها، لكن النهارده عندنا واحد انتاجه ضعيف، هنعمل معاه ايه؟ اول حاجه اعرف السبب. ليه الراجل ده انتاجه ضعيف؟ هل مثلا في مشكله شخصيه حصلت له مشتتاه؟ ده موضوع عارض بقى. يعني حصل له حاجه مثلا، ظروف معينه، ظروف ليها علاقه بحياته الشخصيه مشتتاه ومخليه مش مركز. ده واضح كده ان ده موضوع عارض. ابدا اتكلم معاه، سانده، شوف ازاي تقدر تساعده، وفي نفس الوقت توجهه ان حياته الشخصيه ما تاثرش على حياته العمليه وعلى نجاحه في الشغل وهكذا. فاعرف السبب الحقيقي عشان تعرف تعالج. وزي ما انتوا قلتوا، طب ما هو ممكن يكون مش عارف قدراته كده زي ما نورا بتقول اهو، تمام؟ يعني ما عندوش خبره كافيه. هنضطر نعمل ايه؟ ندربه. يعني النهارده انت مش عارف الموضوع ده يتعمل ازاي، تاخد تريننج، ندربك، تعمل شادو مع فلان، اقعد جنب فلان ده زي ضله، زي ما هو يعمل وراه. تمام؟ طيب حلو. يبقى هنا لو عنده بقى، لو كل مشكلته في حته المعلومه، نديله المعلومه. طيب في ناس مش عارفه ان عندها مشكله اصلا، تكلمه يقول له ما احنا زي الفل اهو. يا باشا انت انتاجك، انت بتعيد الشغل 3 مرات. تمام؟ هو فاهم ان ده الطبيعي. فايه اللي هيحصل هنا؟ عرفه. لو هو مش عارف ان في مشكله، ابدا اكشف له، افتح عينيه. تمام؟ هيبدا هو طبعا ايه، في ناس هتستوعب وشايفه الفيدباك دوت بيبنيها، وفي ناس تانية مش هتقبل. هتلاقي في ناس هتلاقيهم اصلا، هتلاقي ناس رافضه الفيدباك، او ان هم مش شايفين اللي انت شايفه.
فهنا الارقام تتكلم. ابدا قول له بص ادي النتائج كذا كذا، بص تعالى نكتب كل حاجه، بص تعالى اعمل التقرير بايديك، وابدا اكشف له بالتدريج. وهقول لك في الاخر نعمل ايه مع المصمم ما يشوفش. لو دي بقى طريقته في الشغل ومش عايز يغيرها، ومصمم ان هو كده زي الفل وانتوا اللي مش عارفين تشتغلوا، وهتلاقي الناس دي في الشغل، هتعمل معاه حاجه بقى الاتش ار ايه كلهم عارفينها، حاجه اسمها PIP. يعني ايه PIP؟ ده زي فايل كده محترم هتكتب فيه كل الحاجات اللي هنقولها دلوقتي. ده اختصار ل Performance Improvement Plan، يعني بالعربي خطة لتطوير الأداء. Performance Improvement Plan يعني ايه اللي هيحصل؟ هنحط خطة محددة بوقت، هنقعد مع الراجل ده وهنحط له كل الحاجات اللي احنا شايفينها ومعترضين عليها قدامه، وهنقول له الخطة ديت انت لازم تلتزم بيها. لو ما حصلش تطوير وتغيير انت مش هتعرف تجري معانا، انت مش هتعرف تكون معانا. تمام؟ وده قرار تقيل على اي ليدر، صح ولا غلط؟ تبقى حاجه تقيله جدا على الليدر ان هو حد يكون في الفريق ومش عايز يجري ومش عايز يتطور. اصعب قرار انت ممكن تاخده، لكن انت ساعات بتضطر تاخده. امتى؟ هو الشخص بيحكم على نفسه، هو بيقول لك انا مش شايف ان انا غلطان، ومش شايف ان في احسن من كده، وشغلي زي الفل، ومش عايز يجري معاك. فتروح رايح للملف دوت اللي هو PIP، وتبدا تتكلم معاه. اول حاجه تعمل معاه اجتماع وتقول له دلوقتي الوضع الحالي في الانتاج KPIs بتاعتك كذا، كان مطلوب منك عدد كذا ما حصلش، كان مطلوب منك جودة كذا ما حصلتش، الدليل اخطاء 1 2 3، مراجعات بتحصل بالشكل الفلاني. لازم يبقى عندك ارقام، ما ينفعش تكلمه كده ايه عشوائي، شغلنا مش عاجب، شغلك مش عاجبنا. يقول لك ليه؟ انا زي الفل. هتقعدوا تعافروا في حاجات مش ملموسه. انما تقول له تعالى بص معايا على التقرير بتاعك، اليوم ده شغل يوم، ده شغل 8 ساعات، المفروض في ال8 ساعات يحصل كذا، ده الانتاج اللي اتفقنا عليه، ده الانتاج اللي انت وعدنا بيه، ده الكميه المطلوبه، وده الجوده المطلوبه. فبالتالي احنا عندنا مشكله هنا، وده مش مره واحده، ده كل مره. وتبدا الحاجات اللي انا قلتها من شويه في الانتاج تقولها له في الملف دوت. احنا قلنا بعض الحاجات تعرفها لو واحد انتاجه ضعيف، قولها له في الملف ده بس بالارقام. والحاجات اللي قلناها من شويه في السلوك تقولها له. لو هو سلبي، بيقول معلومات سلبيه، مش متفاعل مع الناس، مش متحمس للشغل، مش مبادر، تقول له الحاجات ديت بشكل واضح. يبقى احنا هنا الاجتماع ده هو اجتماع تقيل على قلب اي حد، صح؟ بس بشكل واضح نحدد الحاجات اللي ليها علاقه بالانتاج والحاجات اللي ليها علاقه بالسلوك، ونواجهه بالكلام دوت. تمام كده؟ بعد ما واجهناه بالكلام دوت، اسمع، واسمع كتير، وسيبه يحكي. ممكن يبقى زي ما قلنا تكتشف بعض الحاجات اللي احنا ذكرناها قبل كده. ظرف، ما كانش عنده المعلومه، محتاج تدريب، هتكتشف. تمام؟ وممكن تكتشف حاجه ما كانتش جات على بالك الا في الاجتماع ده. تكتشف ان الراجل ده عنده مواهب وقدرات، لو بس راح مكان تاني حماسه هيتجدد خالص. ممكن في الاجتماع ده من المناقشة ومن الأسئلة اللي انت هتبقى تسألها، انت اسمع كتير وبعد كده اسأل، ممكن تكتشف ان الراجل ده عنده مواهب، لو غيرت له الجوب ديسكريبشن بتاعه، لو وديته مكان تاني حماسه اتغير، انتاجه اتغير، لقى معنى في اللي بيعمله. فقبل ما تجري وتخلي الاجتماع ده عنيف، خلي الاجتماع بتاعك ودود. فهموا ان الاجتماع ده انا قاعد معايا عشان اساعد، انا قاعد معاك عشان اساعدك، انا قاعد معاك عشان خاطر اعمل واجبي تجاهك، انا دوري كليدر اساعدك تبقى احسن، انا دوري كليدر اساعدك تعمل شغلك وتنجح. انا قاعد معاك هنا مش بتهمك بالحاجات دي، اي نعم انا بواجهك بيها، بس دايما اعمل ساندوتش فيدباك زي ما قلنا قبل كده. كلام ايجابي حقيقي في الاول، بعد كده الكلام اللي عايز يتطور، بعد كده اختم بكلام ايجابي. تمام؟ ولازم الكلام ايجابي يبقى حقيقي، يبقى صفات حلوه فيه، لان اكيد عنده صفات حلوه، صح ولا غلط؟ فخلي الاجتماع ودود. الاجتماع الودود ده تقدر بيه تكتشف حاجات، لانه انت محتاجه يكلمك
وتسمع له، وهتسأله أسئلة عشان تكتشف صفات تانية فيه وتكتشف مواهب تانية فيه. مرة عملتها، قعدت أسأل واحد أقول له طب تفتكر فلان ده الدور الصح بتاعه يبقى عامل إزاي؟ كلمته على دور تاني خالص وسبته يحكي على الدور التاني دوت. هو طبعا كان ذكي ولقط، بس أنا سبته يحكي هو شايف الدور ده إزاي والمفروض يتعمل إزاي، وأنا كنت شايف فيه بعض السكيلز المعينة. برضو بدل ما تاخده تنقله على طول، اديله تاسك. يعني بدل ما تاخده من المكان ده توديه على المكان التاني على طول وربنا يسهل ونشوف النتيجة، لا، اديله تاسك الأول من النوع التاني ده وشوف اللي هيحصل ايه. تخمينك طلع صح ولا لا؟ ممكن جدا برضو ما يطلعش صح، تديلوش تايتل تاني، اديله تاسك جديد ومحدد بوقت. قول له التاسك ده معاك اسبوع، وتوقعاتي منك في التاسك ده 1 و2 و3، وعايز اشوف تغيير في 1 2 3، وريني اللي هيحصل. ممكن تخلص التاسك ده تديله تاسك تاني وهكذا. تمام؟ هكمل معاك الشيت وهقول لك الشيت دوت كله على بعضه يتعمل ازاي فالصوره تبقى كامله عندك. يبقى احنا واجهنا الشخص بشكل ودود، سمعناه، سالناه اسئله، اكتشفنا ان عنده مواهب تانية ممكن تاهله لدور مختلف، ونروح حاطين حاجه اسمها اكشن بلان. طب افرض ما اكتشفناش ان عنده مواهب تانية ولا حاجه، ده انت سالته اسئله ولقيته بيعافر ولقيته متعب ولقيته مش مقتنع وشويه يبقى ايجابي وشويه سلبي. هنروح لموضوع الاكشن بلان. ايه هي الاكشن بلان يا جماعه؟ ببساطه هي تاسكات يوميه للشخص ده، فيها هنغير الانتاج بالشكل الفلاني، مطلوب منك الانتاج الوحش ده يزيد بالشكل الفلاني، الجوده مطلوب تزيد بالشكل الفلاني، السلوك مطلوب يتغير بالشكل الفلاني، كل حاجه تكون مكتوبه. تمام؟ ايه تاني في الاكشن بلان؟ هتاخد الكورس الفلاني، هتقرا مقاله بالشكل الفلاني، وانا هديك الريسورسز، انا هقول لك كورسات ايه. تمام؟ بس تخلصها في اليوم ده، خلصتها تلخصها، تبعت لي الملخص بتاعها عشان تعرف انه خلصها. تمام؟ يا اما تعمل معاه اجتماع ويحكي لي الكورس استفدت ايه من الكورس ده، ازاي نطبقه في شغلنا، ايه اللي هيتغير في شغلك بعد الكورس ده. تمام؟ يبقى الاكشن بلان بتعلمه حاجات فيها وبتلزمه بانتاج معين وجوده معينه وسلوك معين مكتوب. بلان دايما بحب اقولها للناس، بلان يعني محدد بوقت والموضوع كله لازم قابل للقياس، قابل للقياس ومحدد بوقت. يعني بلان، اكشن بلان يعني كده خطه عمل اللي بالايام بالتواريخ، واعملها مثلا لمده شهر. مطلوب منه في كل يوم من الايام ديت يعمل الانتاج كذا، الجوده كذا، السلوك كذا، التعليم والكورسات كذا والتدريب كذا. وتقرير يومي، كل يوم وريني عملت ايه، كل يوم اعمل لي تقرير اخر يوم اشوف انتاجك، وقيس بالارقام وادي فيدباك اول باول، وقيم يوم بيوم وشوف الراجل ده بيتطور، يبقى انت خدمته خدمة عمره، يعيش طول عمره يشكرك. صح ولا لا؟ الراجل ده ما اتطورش، يبقى حكم على نفسه انه مش عارف يجري مع الفريق دوت، يبقى حكم على نفسه انه مش عايز ينتج ومش عايز يدي الشغل حقه، وعايز يستفيد هو ويخسر اللي حواليه. هنا مصلحته ان انت ما تسكتش عليه. لو سكت عليه انت ضريته اكتر على فكرة، وضريت اللي حواليه. وافتكر في الاول لما قلت لك انت سكت، لو سكتنا هيحصل ايه. تمام؟ فهنا ما ينفعش نسكت، هنا ينفع قرار واحد يتاخد. احنا عملنا اكشن بلان واديناك فرصة، انت معاك نوتس بيريود تبدا تدور على الشغل وقتها كذا. تمام؟ ده كده يبقى كتر خيرك جدا. وفي الفترة ديت على طول ابدا انت شوف بديل، ويفضل تشوف بديل من اول ما الاكشن بلان تبدا. يعني شهر الاكشن بلان دوت انت بتبدا تعمل سيفيهات، تجمع سيفيهاتك وتعمل انترفيوهات وتبدا تقابل ناس ومجهز ناس على التعيين، في حين ان الاكشن بلان ديت ما نجحتش يبقى عندك حد بديل. والمفروض لو خدت القرار دوت هيحصل مطلوب منك حاجتين بقى، ركزوا معايا في الحته ديت يا جماعه. طبعا هو قرار انك تقول لحد خلاص انت مش معانا، هو قرار تقيل ورخم وانا متاكد ان انت شفت يعني وقت صعب لما دوت حصل، متأكد ان انت قعدت تفكر في الموضوع دوت ليل نهار وتعبت جدا واتضايقت وصعب عليك
والعشره برضو، وكن مصاحبنا وهكذا. انا عارف كل دوت يعني ومقدره جدا. عشان كده اللي بكلمك فيه النهارده يريحك انك تعمل واجبك تجاه الشخص دوت، ويريحك وانت بتاخد القرار برضو. هرجع تاني هقول حته تاني، لو انت سبته انت ضريته. لو انت سبته انت ضريته. ليه؟ علمته ان هو ده الشغل، ان ده الطبيعي، ان سقفه كده. في يوم من الايام لو راح شركه تانية على فكره مش هيلاقي شغل تاني. لو انت سبته على الوضع ده هو مش هيعرف يلاقي شغل تاني اصلا. امكانياته هتبدا تضعف وهي اصلا ضعيفه، وانت علمته ان هو ده الشغل، فانت ضريته ما فدتوش. ده يمكن لما تقول له يلا ابدا ادور على شغل ومعاك نوتس بيريود كذا فعلا يتغير، فعلا يروح مكان تاني يعلمه حاجه تانية. فدي اول حاجه. تاني حاجه هتسيبه يضر اللي حواليه. فمش بس البيزنس هيتاثر، لا الفريق نفسه هيتضر. كلهم هيشوفوا ان الانتاج الوحش مقبول، ان الانتاج الوحش مسكوت عنه، ان ممكن اعمل زي فلان، ان فلان مش بيعمل كل دوت وتعبنا ومأخرنا ومعطلنا فهنعمل زيه، او نروح مكان تاني بقى. ده المكان دوت تعبنا قوي، او بمعنى التاني المكان ده معطلنا ننجح. مش ممكن حد من الفريق يفكر كده؟ المكان ده معطلنا ننجح. ليه معطلنا ننجح؟ سايبين الناس براحتها ما تشتغلش. حصل ولا ما حصلش؟ اكيد حصل دوت عندك في الشغل في يوم من الايام. انت ممكن تكون حسيته في شركتك كممبر يعني، او كفرد في الفريق، او حد جه حكى لك ان انا حاسس ان انتوا معطليني، انا نفسي انجح. تمام. ففكره ان انت تسيبه بعد ده كله هي حاجه يعني مضره لكل اللي حواليك. فاعمل واجبك تجاهه عن طريق السيناريو اللي احنا مشينا عليه دوت. طيب انت خدت القرار، في بقى حاجتين زي ما قلنا مهمين جدا وهنكون خلصنا خلاص. اول حاجه، روح راجع كل الصلاحيات اللي عند الشخص دوت، الباسوردات، الملفات، الحاجات اللي تعتبر اسرار الشغل، المسؤوليات وهكذا، وتاكد ان هو يعمل لها هاند اوفر او يسلمها ويعلمها للشخص المناسب. تمام. ويكون في برضه بلان لتعليم الشخص ولتسليم الشغل. تمام. ممكن جدا يصور فيديوهات، يعني ممكن يصور فيديوز ازاي بيعمل الشغلانه الفلانيه. تمام. كنا اتكلمنا في الحته دي قبل كده في الكورس، ان لازم دايما ما يبقاش واحد بس عارف كل حاجه وبقيه الفريق مش عارف يتعمل ازاي. تمام. فابدا اعمل بلان ازاي هيسلم الشغل. طبعا كل الاوراق بتاعه الشركه والحاجات الاتش ار شاطرين فيها لازم تبقى خلصانه ومخلص كل الاوراق الرسميه وهكذا. دي حاجه. في حاجه تانية مهمه، راعي ان الشخص دوت كان قاعد مع الفريق بقاله فتره فصاحبهم، وانت كمان صاحبته او قرب منك، وعدم وجوده هيأثر فينا كلنا. هيأثر من الناحيه المعنويه، كان الراجل معانا فجأة مبقاش معانا، يا ترى ايه اللي حصل؟ ممكن ناس في الفريق عندك يجي لها فكره ان الشغل مش مستقر او مفيش استقرار. هل ممكن يجي لهم الفكره ديت؟ اسأل نفسك السؤال دوت. هل ممكن يجي لهم فكره ان ليه الشخص ده مش موجود؟ هو يا ترى الشركه مش متمسكه بالناس بتاعتها ولا ايه؟ هل ممكن يجي لهم الفكره ديت؟ فراعي بقى الافكار اللي من النوع ده، وراعي ان في ناس متاثره وحزينه لفراق صاحبها، واحترم المشاعر ديت. ما تفتكرش ان التاثير دوت حاجه يعني تقول له ما مالكش دعوه بطل دلع مش عارف ايه، لا احترمها جدا. احترم المشاعر ديت، ان الناس متاثره وحزينه، ده صاحبنا ده كان اكتر واحد، ده كان هو اللي بيعمل لي نسكافيه الصبح، ده كان ممكن يجي في باله كده، كنا نشرب القهوه سوا. ف فاحترم الحته ديت. طب هنعمل ايه بقى؟ هنقعد نقول لهم يا جماعه انتوا مش عارفين حاجه، الراجل ده كان مضرنا ازاي وهكذا؟ اوعى تعمل كده، لان برضو ده مش صح. من ناحيه طلعت اسرار الراجل دوت، ومن ناحيه تانية الناس عرفت ان انا لما همشي هتتكلم عليا. فما تعملش كده برضه. طب هنعمل ايه؟ ما انت 100% ما ينفعش تطلع اسرار الشخص وفي نفس الوقت الناس زعلانه او يعني ايه متاثره نفسيا بالموضوع ده. تعمل حاجتين بشكل عام. لازم يبقى في البوليسي عندك حاجه واضحه ان انت متمسك بالناس بتاعتك جدا، وحالات قليله جدا اللي فيها الناس بتسيب الفريق
وتقول الحالات ديت، وتقول ان انت قد ايه متمسك بالناس، وبتعمل لهم اكشن بلان قبل ما يمشوا، وبتعمل كل المحاولات ان هم يطوروا ويستمروا، واخر حاجه بتاخدها هي القرار ان حد يروح مكان تاني. لازم لو احتاج، حسب بقى الموقف بقى بتاع الشركه، انت ممكن تيجي تاني يوم الصبح تلاقي الناس كلها مبوزه وكلهم مكشرين ومش عايزين يشتغلوا ومستائين، في حاجات بتأفور كده. يعني بعض الشركات بتلاقيهم قعدوا اتكلموا كده مع بعض وسخنوا. فلو الوضع وصل لكده، لا نقعد نتكلم، اعمل اجتماع وهات الناس واتكلم وقول لهم يا جماعه مبادئ عامه، مش هنتكلم على الشخص، مبادئ عامه. احنا متمسكين بالناس لاخر لحظه. انت مكانك في الشركه مستقر، انت مكانك في الشركه مضمون، ما دام انت يعني بتطبق اللي احنا اتفقنا عليه، ما دام انت قلبك على الشغل. ده في حاله ان الناس اتاثرت ومش فاهمه الناس الراجل ده مشي ليه. لكن الجود نيوز او الاخبار الكويسه ان في الغالب بيبقوا حاسين وعارفين ان الشخص دوت مقصر، خصوصا لو هم شاطرين بيكونوا عارفين ان الراجل دوت مقصر وتعبهم وتعب الاداره وبتاع مشاكل ومأخرهم، فهم بيكونوا عارفين. ففي الغالب الحته دي ايه، بتبقى سهله شويه لما يبقوا عارفين وشايفين الايه، النتيجه بتاعت الراجل دوت عامله ازاي. طب ما انا برضو عايز بقى اظبط التيم سبيريت شويه، تبدا تعمل شويه اكتيفيتيز، تبدا تعمل رحله، تبدا تعمل خروجه، تبدا تعمل حاجه الناس تاني تقرب من بعض وتنبسط وتضحك، وحاجه اجتماعيه، تبدا تعمل اجتماعات كتير. طبعا كل ده انت بتوزنه بمقدار التاثير اللي حصل عند الفريق. تمام كده؟ تسمحوا لي اراجع بسرعه. يبقى احنا قلنا انت بتقيم الناس على حسب الانتاج بتاعها، وفي مؤشرات معينه بتعرف منها الانتاج بتاعه دوت عامل ازاي، لو لقيت اخطاء كتير وحاجات زي كده ومراجعات كتير وهكذا. فبتقيم انتاجه وبتقيم الجوده وبتقيم سلوكه. قلنا 3 حاجات بتبص عليها: الشخص دوت متفاعل ولا لا، الشخص دوت هل هو بيتفرج بس كده ولا قادر يتفاعل مع الفريق، عنده روح معنويه وحماس عالي، ثقافته زي ثقافه الفريق ولا لا. دول 3 حاجات بتقيمهم في سلوك. وقلنا اعرف السبب الحقيقي واعمل الملف اللي هو PIP. الملف دوت باختصار هتقعد معاه تواجهه بالحاجات اللي انت شايفها في الانتاج، في الجودة، في السلوك، تسمع منه، تسأل أسئلة، تحاول تكتشف مواهب جديدة عنده. لو لقيته محتاج تدريب تدربه، لو لقيته عنده مشكلة سنده وخليه ما يأثرش المشكلة على الشغل، لقيته محتاج معلومة فهمه المعلومة، عنده مواهب مختلفة اديله دور تاني، شغاله اتغير التايتل خالص. تمام. وفي كل الأحوال هنروح لحاجة اسمها أكشن بلان، والأكشن بلان ديت يا إما كلها تدريب يا اما اكشن بلان معموله عشان الشخص رافض يتطور وشايف ان ما عندوش مشكله وانت ما لقيتش عنده مواهب تانية. طب تعالى انت محطوط على اكشن بلان لمده شهر، مطلوب منك في اليوم انتاج كذا، جوده كذا، سلوك كذا، كورسات ومقالات كذا. خلص الحاجات دي كل يوم، اعمل لي تقرير يومي، هنقيم اليوم بيومه ونفضل نمشي مع بعض خطوه خطوه، وبعدين ناخد قرار في الاخر. والقرار دوت يا اما الراجل ده هو الشخص المناسب، يا اما وجوده مضر ليه ومضر للفريق ومضر ليك. خدت القرار المناسب، ابدا شوف نتيجه القرار دوت على الفريق ايه، وارفع التيم سبيريت وشوف الهاند اوفر هيمشي ازاي وهكذا. احنا كده خلصنا. يلا نسمع الاسئله بتاعتكم. هقفل التسجيل دوت ونعمل تسجيل جديد.